بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. طبعا كلنا عارفين وهو ده اليوم اللي دايما ابونا بناخد فيه البركه، بنبقى منتظرينه فعلا ابونا داود لمعي. ومش احنا بس، صدقوني ناس كتير سالوني من خارج المنطقه كمان بيسالوا وعايزين ناكد، قلت لهم مؤكد لان ابونا معانا من زمن. طبعا ابونا عارف يعني واخدين على كده. ربنا يبارك فيه ويبارك في محبته ونتمتع بكل كلمه ابونا يقولها لنا، ولالهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد امين. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. حلوني يا ابائي. بشكر الاباء على تشجيعهم لضعفي. كل سنه وانتم طيبين. الليله دي عاوز افكر معاكم في موضوع ليه مش بنستفيد. اقصد ايه؟ وانا بفكر ان انا هحضر تاني عظات كسفت من روحي، كنت عمال اوعظ بقالي قد كده والناس بتسمع وعظات بكل الاباء، انما الواحد مش بيتغير كويس والناس مش بتتغير، بس بنسمع الحمد لله. يعني غابة وسي تي في وميسات والكنايس مليانة اجتماعات. هو ليه الواحد يسمع كتير مش باين عليه تأثير؟ ده السؤال اللي عاوز أفكر فيه معاكم، لأنه كتر الكلام اللي بنسمعه واحد خايف يبقى دينونة. لأنه بيقول لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتي لأننا في أشياء كثيرة نعصر جميعنا. ساعات الواحد يبقى بيسمع بس ما بيتأثرش. ليه بقى؟ أول سبب يخلي الواحد لما يدخل عظة أو بصخة أو نهضة أو عشية وما يتأثرش هو الشعور بعدم الاحتياج. فينا ناس داخلين البصخة بنثبت لضمائرنا ان احنا ناس اتقياء، مش هنعدي بصخة، هنحضر كل البصخات وهنصلي، لكن مش ناويين نتغير، مش في دماغنا. وخلي الوعظة تخلص عشان نروح وناكل ايا كان، وهتبقى وعظة زي مئات الوعظات اللي سمعناها مرة نقول وحشة مرة نقول حلوة سلوة. طب وبعدين الكلام مش غرضه كده. الشعور بالاستغناء او عدم الاحتياج خطر. قال عنه رب المجد يسوع الملاك كنيسة اللاوديكيين، قال له لأنك تقول أنك غني وقد استغنيت ولا حاجة لك إلى شيء. لا حاجة لك إلى شيء. أنا مش محتاج تسمع تاني عن التوبة. صدقني محتاجين. مش محتاج تسمع تاني عن الصلاة. طبعا محتاجين. مش محتاج تسمع عن محبة الناس. هتقولي ما أنا عارف. أيوة ما أنت عارف وأنا عارف، بس ما عملناش اللي احنا عارفينه. يبقى محتاجين. لما الواحد يبقى عنده قناعة انه كويس وقفت الاستفادة ووقف التأثير. وللأسف ده مرض روحي صعب ومنتشر. والدليل عليه ان الناس ما بتتغيرش. تلاقي ناس بتدخل البصخات متخانقة او بتكذب او في شغلها مش مستقيمة او في بيوتها عصبية وبتغلط او عمالة تجيب في سيرة الناس. مش كنتوا في الكنيسة؟ مش معقول ما قالولكوش في الكنيسة ان ده خطية تودي جهنم. لا احنا بنسمع بس كفاية قوي على كده. بقت ظاهرة يا جماعة. الكنائس كلها مليانة بوعظات كتيرة قوي، كلام حلو فعلا، كل كلام ربنا حلو، واللي بيوعظوا بيقولوا كلام ربنا، وبعدين بس مفيش اكتر من كده. كان في جيل قبل كده ما كانش في كمية الوعظ ده، لكن كان في ناس اكثر تقوى، ولو جملة واحدة سمعوها تقلب دماغهم وتغيروا ويظبطوا نفسهم.
نفس الكلام في الاعترافات. تلاحظوا ان الناس بتروح تعترف، كل الاباء مشغولين جدا بالاعترافات، وتلاقي عيني كاهن من دول يدخل الساعة 5 يطلع الساعة 11، كمية معترفين. كويس، دي نعمة، دي ظاهرة جميلة جدا في الكنيسة. طيب الناس دي بتتغير؟ مش باين عليهم. طب ليه؟ هم كمان ممكن يكونوا حاسين انا بعترف عشان اسمي اعترفت عشان اتناول. انت جاي محتاج تتغير ولا لا؟ انت مقتنع انك وحش؟ انت خايف على نفسك؟ انت مريض جاي تتعالج؟ ولا انت كويس عاوز تثبت لنفسك وللي حواليك انك كويس؟ دي غير دي خالص. اللي بيخلينا احباء مش بنتغير ان احنا في ضمائرنا راضيين على نفسنا، راضيين. وبتبان قوي، معلش بقى استحملوني لله، في ظاهرة الإدانة كمان. تلاقينا كلنا بدون استثناء بندين. الإدانة على طول تقول إن إحنا عندنا المرض، لأن اللي بيدين الناس معناه مش تايب، معناه مش محتاج، معناه شايف الناس ناقصها كتير، هو مش ناقصه حاجة. الفريسي وهو بيصلي لمح العشار، وقع في الإدانة جوه الصلاة، قال لست مثل هذا العشار، وقع في الإدانة. هو بيصلي صلاته طويلة، العشار ما عندوش كلام كتير يقول، بيعرفش يصلي، قال الحمد بس، لما قال الحمد خد كل حاجة. يبقى أول مشكلة تعطل الاستفادة أحبائي البر الذاتي أو عدم الاحتياج للتغيير. عارفين أكتر واحد بيستفيد من أي وعظة؟ اللي بيجي الكنيسة حاسس إنه ضايع وواقع ووحش قوي وأوحش من كل الموجودين وخايف يهلك، وبيسمع الوعظة وعلى لسانه ارحمني يا رب، ساعدني أعمل الكلام ده، الحقني يا رب، ما تاخدنيش بسرعة قبل ما توب. اللي قاعد بيسمع بيفكر كده وده اللي بيستفيد، ده اللي بيتغير. إنما اللي يقول لك ما كانش فيها كلام جديد، كلام جديد هو احنا بتوع كمبيوتر وجرايد؟ كلام جديد؟ ما فيش كلام جديد، هو الانجيل ما فيهوش جديد، مش مطلوب يبقى فيه كلام جديد. قديس بطرس في اخر وعظه قالها رساله بطرس الثانيه، قال لا امل من ان اذكركم، انا هفكركم مع انكم عالمون ولكني احسبه لزاما علي ما دمت في هذا الجسد ان انهضكم بالتذكره. يعني ايه؟ هقول تاني، قديس يوحنا الحبيب كل ما يجيبوه حبوا بعض، قديمه دي، سمعنا كم وعظه عن المحبه، انت بتقول تاني عشان لسه مش بتحبوا بعض، لسه مش بتحبوا بعض كفايه. احنا افتكرنا ان احنا كويسين لاننا جوه الكنيسه، لا، احنا مش كويسين لمجرد ان احنا جوه الكنيسه. خطر علينا يا احبائي. طبعا الوجود في الكنيسه نعمه، لكن لما تروح للدكتور تاخد روشته ما تعملهاش، ما تقولش ما انا رحت للدكتور، ما انت ما اتعالجتش، ما انت ما عملتش اللي اتقال، خدتش الدواء. احيانا بنبقى كده، تلاقي الوعظه بتتكلم عن صلاه حاره، تروح بالليل تقر كلمتين وتنام وضميرك مرتاح. يا عم كان الكلام عن الصلاه الحاره، يعني صلي بحراره، فمش هينفع الكلفته والكروته والكلمتين. ما هو الوعظه بتقول كده حتى يوميها، حتى لا خلاص الوعظه دي في حالها. مره واحد بيحكي لي كان بيسمع وعظه عن من سيد البابا شنوده، على متسجله على الموبايل يعني، عن الاحتمال. بعدين مراته عملت حاجه قام قفل الوعظه، زعق فيها ورجع يكمل الوعظه. فقال لي انا اكتشفت ان انا زعقت في الست وانا بسمع الوعظه عن الاحتمال، لكن هو مكمل الوعظه. احنا بنبقى كده احيانا، بتوصل مننا ان احنا عارفين الكلام، واول ما الوعظ يقول نص الايه تلاقي الشعب كله يكمل الايه، وكلنا بقينا نوعظ كمان، مفيش مانع. بس كم واحد بيشتغل على نفسه بيجاهد، بقت مشكله. الخوف علينا نبقى زي اليهود. اليهود كانوا كده، اليهود
يسمعون سمعا ولا يفهمون، يبصرون ابصارا ولا ينظرون، لان قلب هذا الشعب قد غلظ. وده سر لعنة شجرة التين، اللي نشفت ما فيهاش حياة خلاص. وموضوع مثلا هذه 3 سنين آتي أطلب ثمرا ولا أجد، نقطعها بقى ليه؟ ما بتسمع كتير، ما احنا سمعنا كتير. مش معنى كلامي نبطل نسمع، لا، سمعنا الكلام. أرجوكم لما تيجوا تسمعوا وعظة، واحد لازم يخاف لأنها مسؤولية. كلمتين اللي سمعتهم دول مسؤولية عليك. اعمل حاجة بقى، خطوة، اهتم انك انت كلام يدخل جواك، اطلع منها فكرة بتدريب. لكن لو سمعت بس، طب نفرق ايه على في مثل الزارع عن حكاية مثل الطريق دي؟ البذرة جت على الوش وبعدين العصفورة شالتها خلاص، وهو ده هيطلع زرع؟ عمره ما هيطلع ثمر طبعا. سبب تاني يخلينا ما نستفادش من الوعظ، روح الإدانة العالية اللي جوانا، ان احنا اتعودنا ننقد كل شيء. فاللي قاعد بيقول ابونا شكله مش محضر، انا مش زعلان منه، بس هو وقع في حته مش هتخليه يستفيد. اليهود كانوا بيعملوا كده مع رب المجد يسوع، كانوا واقفين له بالمرصاد. طب ده ربنا، ده كلامه يهز جبال، ده المفروض كل البشر يتأثروا بكل كلمة تخرج من فم الله. اليهود ما بيتأثروش ليه؟ هم قاعدين روح الإدانة مليون، بيحكموا عليه وعلى الرسل بعدين في الكنيسة، فمش هيستفيدوا. روح الإدانة لما تعلى جوانا تأكدوا انها بتعمل واحد وتقفل ودانه، فعلا بتوصل الواحد الى حالة من يعني الغيبوبة الروحية كده، ما بتأثرش بحاجة ابدا. لسه خادمة بتقول لي ابونا انا بقالي سنة ما بحسش بحاجة خالص، لا وعظة فارقة ولا صلوة فارقة ولا بطانية فارقة ولا صيام فارق، انا مقفولة خالص وبخدم بس مش طايقة روحي. سألتها سؤال تعلمته من ابائي، عندك إدانة؟ قالت لي ما عنديش غير الإدانة. قلت لها خلاص باينة، هو ده السبب اللي قافل عليك القفلة السوداء دي، انك سايبة الإدانة جواك، انك شايفة فلان وحش وفلان وحش وده بيتعبك وده مضايقك وده خلاص. الشيطان ضحك عليكي، اسمعي من هنا ل100 سنة مش هيدخل الكلام، لأن قلبك شايل من الناس، قلبك شايل. فلأن قلبك شايل مش هيعرف يشيل كلمة ربنا، مش هتعرف تشتغل. الأرض بايظة، الأرض دي عاوزة تنضف الأول عشان البذرة تطلع حاجة. ففينا ناس بتيجي الكنيسة وهي شايلة ومعبية وبتنقد وشايفة عيوب وغلطات اللي حواليها، وبعدين تبص على حياتهم سنة و2 و10 مفيش حاجة بتتغير، مع انه جوه الكنيسة، ويمكن بقى شمامسة وحافظين ويمكن مدارس احد وخدام ووعاظ، بس في خوف. ليه؟ لان جوه مقفول، والقفلة دي مرتبطة بروح الإدانة او البغضة. سبب ثالث يخلي الواحد ما يتأثرش بالكلام، انه يقع في الرياء. والرياء هو سر موضوع التين ده. الرياء يعني ايه؟ يعني شغله بزيادة منظره. دي للأسف برضو مضيعة ناس كتير. يعني شغلني مين شافني جوه الكنيسة، مين خد باله ان انا جيت من اول البصخة، مين خد باله ان انا صوتي حلو في اللحن، مين خد باله ان انا ما قعدتش، ده انا واقف على رجلي طول القداس، مين خد باله ان انا صايم انقطاعي، مين ايه؟ احنا مشغولين بكلام فارغ، ده احنا هنموت وهننسى بعض كلنا. انما هنقف قدام المسيح هيقول لنا انتوا ما كنتوش بتيجوا عشاني، انتوا بتحبوا تاخدوا الكلام من بعض،
كيف تقدرون أن تؤمنوا وأنتم تقبلون مجدا بعضكم من بعض والمجد الذي من الإله الواحد لستم تطلبونه. ساعات بتبقى حياتنا كلها فيها رياء، يعني ايه؟ منظرنا شغلنا بزيادة فبنتجمل. اللي بيتجمل مش بيتعالج، مش بيخف، مش بيتحس، مش بيتغير. ست الخاطية لما دخلت عند بيت سمعان الفريسي دي هتفضح نفسها بس مش فارق معاها، ما بتتجملش. دي اتكفت على وشها هاتك يا ابوك وبتغسل رجليه بدموعها. طب ما هي كده اثبتت على نفسها كل اللي بيتقال ده، منظر ده ولا فارق معاها. ليه؟ هي لقت المسيح ومش عاوزه غيره ومش شايفه غيره. هي هتاخد تجمل ليه؟ سمعان ده بيتجمل بقى مع عزم المسيح اياه منظرا. فالمسيح قال له على فكره الست دي احسن منك، انت مش فاهم، انت عامل منظر حلو من بره لكن هي بتحبني بجد، هي عاوزه تتوب بجد. دي واحده خايفه من الهلاك عاوزه غفران. خد يا بنت الغفران اللي عاوزاه، ذهبي بالسلام، ايمانك خلصك، سيبك منه لان هو منظر على الفاضي. صدقوني ممكن نطلع مناظر على الفاضي. لدرجة ربنا يسوع كان بيكره الرياء فقال يا أغبياء أليس الذي صنع الداخل الخارج صنع الداخل أيضا؟ يعني منظرنا من بره حلو، طب وجوه؟ والأفكار اللي جوه والمشاعر اللي جوه يعني ربنا مش شايفها؟ طب شايفنا جوه الكنيسة منظرنا حلو ونقف نصلي، طب والقلب؟ الناس مش شايفاه. لو اكتفينا يبقى مناظر، لكن لو راعينا قلوبنا ومشاعرنا يبقى ربنا فحص القلوب، يبقى احنا بنخاف منه. اللي بيعطل التأثير ان الواحد مستغني شايف نفسه مش محتاج الكلام. اللي بيعطل التأثير روح الإدانة والكراهية اللي تخليني قلبي مقفول فما بستقبلش أي رسائل روحية. اللي بيعطل التأثير ان الواحد بيراعي منظره بس، يهتم قوي بشكله ومش عاوز حاجة غير كده. أذكر مرة كان في عظة الكاهن صديق يعني، كان عظة جميلة قوي، وكان في خادم جايب شاب لأول مرة يدخل الكنيسة تقريبا، فبقول للشاب اخباره ايه؟ قال لي العظة بصراحة تعبانة. انا اتكبست من الخادم الاول ان انا عجباني كلام ابونا، وبعدين قابلت الشاب فانا الانطباع بتاع الخادم هزني شوية، فبسأل حبيبي انت زهقت او اتضايقت؟ قال لي يا ابونا انا كنت قاعد حاسس المسيح بيتكلم والكلام كله عليا، ومن يوميها ابتديت أصلي وارجع لربنا. الخادم قاعد جنبه عمال يقيم أبونا والكلام مستخف بيه، والمحتاج الغلبان الجاهل العزير ده داخل هياكل لابونا أكل وهياكل كل كلمة. اوعوا تصدقوا ان العظة قوتها في الواعظ، صدقوني لا، العظة قوتها في استعدادك في قلبك، لانه قلبك سخن بيحب ربنا عاوز تتوب. لو طلع طفل يوعظ هتستفيد. برضه ابونا تدرس يعقوب حكى لنا حكايه زي كده، قال كان في خارجه كبيره في اسكندريه لشخصيه مهمه، فهيجوا ناس مهمين مش مسيحيين، فهو وابونا بشوي كامل بيتفقوا مين اللي هيوعظ. لقوا كاهن عجوز طلع يوعظ، معروف انه ملوش في الوعظ في الخارج، يعني قالوا خسارة، كنا عاوزين نتكلم عن مسيحنا الحلو قدام الناس اللي مش هيدخلوا الكنيسة كل يوم. وبعدين ابونا تدرس بيقول تاني يوم قابلني واحد في الشارع بيقول لي يا ابونا يعني او مولانا او حاجة، قال له احنا كنا امبارح في الخارجة، ايه الكلام الحلو اللي عندكم ده؟ القسيس اللي زيك العجوز بتاع امبارح ده
كلنا طالعين بنقول ده كلام من السماء اللي هو ايه ملوش في الوعظ، بس اللي داخل عاوز يسمع هيسمع. على فكرة ربنا يسوع من كتر كلامه البسيط ما كانش مالي عينين المعلمين، رؤساء الكهنة والكتبة والفريسيين كان بيستخفوا بالمسيح نفسه. ايه الكلام الساذج اللي بيقوله ده؟ شبكة قال وحبة خردل وعصافير كانش عاجبهم المسيح. ربنا ان هم ليهم كلام تاني بيقولوه. اللي يعطل الاستفادة او التأثر المشغولية. ساعات الواحد يتأثر بجد ويقول ايه الوعظة دي خبطت، الكلمة دي ليا حلو، ابتدينا اهو. وبعدين يجي له تليفون والتليفون ياخد دماغه ويقعد يخبط ويرزع ويخلص التليفون ويسرح في الشغل وراحت الوعظ. او يروح يتكلم في الاكل والشرب والدولار او تاني يوم بالكتير يتأثر يوم. ودي باينه في مين بقى؟ نابوت اليزرعيلي كان راجل طيب عنده حقل جنب اخاب الملك، اخاب موته مفتري. قام راح ايليا في الحقل وهو بيستلم الحقل قال له قتلت ورثت يا اخاب. كان اخاب يترعب من ايليا. اجي يتملص قال له انت قتلت وورثت، سرقت، وزي ما دمه نزل دمك هينزل في المكان ده. كلمتين ناشفين قوي، مش هقول وعظه، دول كلمتين في العظم. اخاب روح الليله دي ما نامش، لبس المسوح وبكى وخاف وارحمني يا رب. ايوه استفاده اهي. تاني يوم مالك مش فاضي للكلام ده، انشغل وايزابل كمان مراته بقى وما سمعناش عنه تاني وهلك، مع انه استفاد. لو كان مكمل في السكه دي ما كانش يوصل لكده، كان بقى قديس، لكن ما كملش. الشيطان خبيث، تتأثر ببصخة، تتأثر بتوبة باعتراف، بس ما يكملها لكش، يسرقها، يسرق توبتك، يسرق قرارك، يسرق شعورك. احذروا من الحتة دي. احنا مش بنتأثر لأن أحيانا المشغولية بتدفن الفايدة، بتغطي عليه. عشان كده لما تيجي تسمع وعظة فكر في اللي بتسمعه، ممكن حتى تقفل اللي بتسمعه وتكلم ربنا شوي، لأن هو محدش هيحاسبك خلصت الوعظة ولا لا، مش مهم على فكرة، مش مهم. لكن ربنا مستني انت عملت حاجة، تأثرت ولا لا. افرض واحد سمع 10 دقايق من الوعظة وابتدى يعمل حاجة بس أحسن من 100 وعظة، لأن ربنا يسوع وصانا قال في الآخر الوعظة اللي تسمعوها ما تعملوش بيها، انتوا بتبنوا ايه؟ بيوت على الرمل، شوية هوا شوية مطر هيوقعوا البيوت. لكن من يسمع ويعمل ذاك رجل عاقل يبني بيته على الصخر، ينزل مطر يجي هوا بده مش هيحصل له حاجة. ليه؟ لأنه بيشتغل بيعمل. نفسنا نعمل حاجة. عشان كده كانوا الآباء القديسين ما يحبوش كتر الوعظ. تخيلوا ليه؟ يقول لك كل يوم أنا هسمع وعظة أخد تدريب، طب أنا كده مش هركز في حاجة. يسمعوا تعليم، يعني لو تفسير يسمعوا بال5 ساعات، لكن وعظة بتقول لهم فكرة يعملوها، يقول لك ما أنا امبارح معايا فكرة أعملها لازم أقعد عليها 6 شهور مركز، خلينا أتغير. لكن لو كل يوم فكرة جديدة أنا مش هعمل حاجة، في الآخر هتلاقيني طلعت مفقس. تعالوا أحبائي ناخد تدريب صغير. كل ما نسمع وعظة إن كان في الكنيسة أرجوكم احذروا، احذروا إنك أنت تقيم اللي بيتكلم، لأنك ضيعت الفايدة على نفسك. واحذر إنك تبقى الكلام رايح لشخص غيرك، لا خده على نفسك. أرجوك افتكر ربنا حطك في الظروف ده وفي المكان ده وفي الوقت ده عشان الكلمة دي. صدق إن القصة في إيدين ربنا مش في إيدين كنيسة أبو سفيان.
يعني ايه؟ لا، بدل جيت النهارده في الميعاد ده تسمع يبقى ربنا عاوز يقول الكلمتين دول. خد الكلام على نفسك عشان تقول ربنا بيقول لي، ربنا بيكلمني، تقوم تستفيد. لكن كما لقوم عادة، وده برنامج النهضة، اوكي تعدي البصخات كلام يطير ويبقى استفدناش. خلوا بالكم يوم ورا يوم ورا يوم فجأة العمر بيخلص. حد فينا هيقدر يقف قدام ربنا يقول له ما كنتش اعرف المطلوب ايه؟ ما فيش واحد فينا هيقدر يقول كده، مش ممكن. حد فينا هيقول للمسيح في الاخر ما كنتش اعرف ان انا لازم اسامح اخويا، ما كنتش اعرف ان انا لازم اتوب على طول، ما كنتش اعرف ان انا لازم احط الفلوس تحت رجلي، ما كنتش اعرف ان انا لازم اعمل خير اكتر من كده، ما كنتش اعرف ان انا لازم اقاوم شهواتي. يا راجل بذمتك ما كنتش تعرف؟ انت بلا عذر وانا بلا عذر. محدش فينا ما يقدر يقول ما كنتش اعرف. عشان كده يقول لنا المسيح في اليوم الاخير هتلاقوا اول ما يشوفوا المسيح في مجده بعيد عنكم الهالكين يقولوا ايه؟ مش ولا واحد هيقدر يطلع بعذر. يقولوا للجبال اسقطي عليه، وللاكام غطينا من غضب الخروف، من وجه الجالس على العرش ومن غضب الخروف، لانه قد جاءت ساعة غضبه ومن يستطيع الوقوف. فما حدش فيكم يقول له انا مظلوم، ما حدش فيكم يقول ما كنتش اعرف. مفيش حد هيقدر يقول كده، لان ربنا بيدي فرص وفرص كتير، وبيبعت رسائل ورسائل كتير، وبيخبط صبح وظهر وليل، ولا يشاء ان يهلك احد. هو ده غرضه ان الكل يتوب، يقرب، يتحرك خطوه. ويشجع قوي ربنا لما نلاقي خطوه واحده حلوه تلاقي فيها فرق. لسه خادم بيقول لي سمعت وعظه لابونا بولس وجعتني، فابتديت اعمل مطانيات بذمه. يا ابونا بعد تالت يوم حاسس حياتي بتتغير. قلت له يا ابني ما هو الكلام كده، هي فعلا كده. الدماغ بتتغير والقلب بيتغير، هو الوعظ في الهوى. انما احيانا يتهيأ لنا انه ده كلام نظري. لا، هو مش نظري. الجهاد والصدق والكتاب المقدس والقداسات والتناول كل ده فعلا طريق للسماء. لكن اليوم ان سمعتم صوته لا تقسوا قلوبكم. في كل عظة تسمعوها انتبهوا، خدوا الكلام على نفسكم، قولوا في بالكم زي ما قال أنبا أنطونيوس لأولاده لعلها تكون الكلمة الأخيرة. يعني إيه؟ أنا ما انساش في مؤتمر من المؤتمرات كان معايا شاب رائع وخادم جميل قوي، وخلص المؤتمر وكان في مناقشاته ممتع، وأنا بصيت له كده فرحان بيه بخدمته. تاني يوم المؤتمر راح في حادثة، راح السما في حادثة. أيوة ده وارد في أي وقت تكون الوعظة آخر وعظة، تكون فتحة الإنجيل آخر مرة، يكون القداس آخر قداس. في حد يقدر يقول إن ده مش ممكن يحصل؟ ده ممكن طبعا. اعتبر كل رسالة آخر رسالة، وبالتالي خد الكلام على نفسك واشتغل. وأفضل رد فعل لأي وعظة يا رب ساعدني أعمل الكلام ده، قويني اعمل حاجة من اللي بيتقال. مش لازم تعمل كل اللي اتقال، بس اعمل حاجة. صدقوني لو الواحد خدها بإيجابية ونقل نفسه لمرحلة الفعل حتى لو بسيط، حياته هتختلف كتير. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.